حد كبير في نادي الزمالك هو ابويا وده الاحترام، بس مش هو قعد 8 سنين. عملتوا ايه؟ انتوا بتتكلموا عن المجالس المعينه. مرتضى منصور كان مجلس منتخب، لفقتوا له قضيه وحبستوا مرتضى منصور، وبعد ما حبستوا مرتضى منصور عملتوا ايه؟ انا بقول لكم، انا شفت جواب مبعوث لابويا في السجن شطب قضيه مرتضى منصور لانه اهان النادي الاهلي، بتشطب رئيس نادي الزمالك لانه اهان النادي الاهلي. كفايه مغالطات. قتلتوا شاب ملوش ذنب على باب النادي، قتلتوا عمرو حسين، انتوا مكانكم النيابه العامه. زعلانين عشان مرتضى وكمال درويش بقوا بيسلموا على بعض. امال عايزين ايه؟ يضربوا بعض؟ وانا لو شاب شايف اتنين بيضربوا بعض ببار يبقى دي قدوتي؟ لا، انا قدوتي مرتضى منصور اللي خلاني وعلمني ازاي احترم من اول ممدوح عباس لحد الدكتور اسماعيل سليم، مهما كان الخلاف كنت بقول لكابتن اسماعيل سليم يا كابتن اسماعيل سليم، كنت بقول له استاذ ممدوح عباس يا استاذ ممدوح عباس، رغم ايه؟ الاستاذ ممدوح عباس شطب قضيتي وكان عضو مجلس الاداره الباشمهندس رؤوف جاسم. خلاص رجعت. برنامجنا يا جماعه باختصار، اللي بيقول لك انا عندي برنامج فده كذاب. مفيش حاجه اسمها برنامج، ولا هنعمل خريطه وهنقول لكم دي خريطتنا. احنا برنامجنا هو اللي جوه دماغ كل واحد فيكم. مشاكل نادي الزمالك واضحه، مشاكل مش محتاجه ان احنا نقعد نتفلسف فيها. مشاكل نادي الزمالك بتنحصر